السلام عليكم البنات، شراكم شحوالكم؟ نتمنى تكونوا كامل لاباس وبخير وعلى خير يا رب. كما راكم تشوفوا اليوم درت لكم وصفه الدولمه على طريقتي، تجي بزاف بنينه وتجي ما شاء الله. تبعوني حبوباتي نوريكم الطريقه. اول حاجه عندي هنايا عفوا، عندي هنايا كويس نحيت لهم العظم تاعهم وحليتهم بالمطرقه واستعملت لهم ايضا لي زيبيس تاع الدجاج، وحطيت فوقهم الفيونداشي. بالنسبه للفيونداشي ايضا حتى هما داويتهم، استعملت لهم المعدنوس واستعملت لهم فلفل الكحل والثوم. هنايا بعد ما حطيت الفيونداشي تاعي حطيت فوقه الفرماج، وراح نقفل عليه هكا باش ما يخرج لي الفرماج تاعي بهذه الطريقه. بعد ما نقفلها ونكمل راح نرولي الكويس تاعي، وراح نقفلها ايضا بالخيط. بالنسبه للخيط هذا البنات يتباع عند اللي يبيع اواني منزليه، قولوا له فقط الخيط اللي نقفلوا به الكويس يعطيه لكم. او ماهوش غاليه البنات، الصغيره 5000 والكبيره دير ب10000. قفلتها بهذا الشكل هكا باش ما تحلي. ونبداو هنايا بالوصفه على بركه الله. عندي هنايا بصله، بالنسبه لهنايا درتها على نار هادئه وضفت لها ايضا الزيت، وراح نزيد نضيف لها الملح، نزيد ايضا نضيف لها الكزبر، ونزيد نضيف لها الكركم. بالنسبه للكركم البنات ما نكثروش، شويه فقط. شوفوا انا هنا ما كثرتش. وراح نضيف لها ايضا الزنجبيل، ونزيد ايضا نضيف لها توابل تاع الدجاج. نخلط المكونات جيدا مع بعض، وراح نضيف الكويس تاعي تتغلى معاهم جيدا، ونخلط بشوي بشوي بشوي. بعد ما تغلى لي جيدا راح نمرقها. بالنسبه للماء انا استعملت الماء السخون. حاولوا البنات ديما تمرقوا بالماء السخون هكا باش تجي الوصفه تاعكم تجي بنينه. راح نخلط لاصوص تاعي كما راكم تشوفوا، وراح نقفل عليها ونخليه الدجاج تاعي يطيب. عندي هنايا سكالوب، عندي هنا استعملت مغرف من البصله والثوم خلطتهم مع بعضهم، واستعملت مغرف كبيره. عندي هنا دبشه، وراح نضيف لها ايضا فلفل الكحل، ونزيد نضيف لها الملح، ونزيد ايضا نضيف لها بيضه كامله، وراح نرحيهم في الاشمار. عندي هنايا بطاطا، وعندي جريوات ولا القرعه كل واحد كيف يقول لها. نحيت لهم القلب هذاك اللي في النص، وحشيتهم بالسكالوب اللي نعطيه لكم البنات اللي رحيته في لاشوار. هذه الطريقه كامل تعرفوها. راح نقلي البطاطا تاعي والجريوات كما راكم تشوفوا، ونحمرهم مليح. بالنسبه للمرقه هنايا البنات ضفت لها ايضا حمص. بالنسبه للحمص البنات انا هنا وطايب كان في لاكلاص وجبته. شوفوا بعد ما حمروا لي انا راح نحطهم في لاصوص تاعي. ونخليهم يزيدوا يطيبوا شويه. هنا الكويس تاعي جبتها وقليتها حمرتها جيدا. بعد ما حمرت لي طفيت عليها النار وقسمتها. شوفوا كيفاش جات. هنا كما راكم تشوفوا هنا راهي طابت لي وجات ما شاء الله كما قلت لكم البنات شهيتكم في الجنه. راح نحطها في صحن التقديم. اذا حبوباتي هذه هي وصفتنا لنهار اليوم. اذا عجبتكم الوصفه تاع اليوم ما تنسونيش بالدعم تاعكم. دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام.